والمروة. عندما تموت تأكد أن الدنيا لن تحزن عليك. حركة العالم ستستمر، وظيفتك سيأخذها غيرك، وأموالك ستذهب للورثة، وأنت ستحاسب عليها. لذلك لا يغرك مالك، نسبك، منصبك، أولادك، فما أتفه هذه الدنيا وما أعظم ما نحن مقبلون عليه. فيا أيها الحي، الآن اعلم أن الحزن عليك سيكون على 3 مراحل. الناس الذين يعرفونك سطحيا سيقولون مسكين الله يرحمه. أصدقاؤك سيحزنون ساعات، أياما، ثم يعودون إلى حديثهم بل وضحكاتهم. أما الحزن العميق في البيت فسيحزن أهلك أسبوعا، أسبوعين، شهرا، أو حتى 2 وبعدها يضعونك في أرشيف الذكريات. انتهت قصتك بين الناس، وبدأت قصتك الحقيقية وهي الآخرة. لقد زال عنك الجمال، المال، الصحة والولد. فارقتك الدور والقصور والزوج، ولم يبق معك إلا عملك. والسؤال هنا، ماذا أعددت لقبرك وآخرتك من الآن؟ هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل. لذلك احرص على الفرائض، النوافل، صدقة السر، عمل صالح، وصلاة الليل. حسن الخلق لعلك تنجو. واذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تأكد عند موتك الدنيا لن تحزن عليك. السلام عليكم. اللهم عوضني خيرا عن كل شيء انكسر في نفسي، وعن كل يأس أصاب قلبي، وأبدلني فرحا بعد الحزن، وراحة بعد التعب، وأملا يتجدد في كل صباح. يا رب ارزقني السكينة والرضا بما كتبت لي، واملأ قلبي بنور الإيمان والتوكل عليك. أن تصمت عندما يستهزئ بك الآخرون، لأنك تعرف من أنت ومن هم. الصامتون إما يحملون هما كبيرا أو حلما كبيرة. أنت لم تخلق هذا العالم لتفرض على الآخرين شروطك. قوم نفسك أولا تكون قدوة للآخرين قبل أن تطلب منهم أن يكونوا مثلك. النقاش مع الجهلاء كالرسم على الماء، مهما أبدعت فلن يحدث شيء. للحذاء لسان لكنه لا يتكلم، للطاولة أرجل لكنها لا تسير، للقلم ريشة لكنه لا يطير، للساعة عقارب لكنها لا تلسع، وكذلك للكثيرين عقول لكنهم لا يفكرون. يتحدثون عنك بالسوء وبعدها يجلسون معك ويبتسمون في وجهك. هؤلاء هم أوسخ البشر. إن الأوقات الصعبة هي أفضل كاشف عن وجوه البشر. للعقول الصغيرة هموم صغيرة، أما العقول الكبيرة فليس عندها وقت للهموم. كرامة أغلى من الحب، فإن تعرضت كرامتك للإهانة الأفضل لك أن تنزع قلبك وتسحقه بقدمك. لا ترخص نفسك فلا أحد يستحق. الكرامة أغلى من الطيبة، لا تؤذي أحدا أبدا، فصداقتها أمان ونيتها صفاء، وحين تقبل عليها تفتح لك 100 باب وباب، وحينما تبتعد تجد الوفاء. هكذا أنا أحمل في قلبي احتراما عميقا لذاتي، وأعتز بكرامتي، فلا أحب أن أفرض نفسي على أحد، بل أختار الانسحاب بهدوء حينما أشعر أن وجودي لم يعد مرغوبا فيه. وفي لحظات الألم أظل صابرا متحملا آلامي بصمت، ورغم أن في داخلي تختبئ 1000 قصة، إلا أنني اخترت عدم مشاركتها مع الآخرين. أكتفي بصحبة الكتمان رفيقي الأبدي، لأن في الصمت حكمة وفي الكتمان قوة. وبهذه الطريقة لك أن تظن أن الله تعالى سينساك، أو أن الله تعالى سيتخلى عنك. اعلم يقينا بأنك إن كانت الآخرة همك فإن الله تعالى سيأتيك بدنياك وبرزقك إليك. افهم جيدا، سترزق بما يحمله قلبك، وستنجيك صدق نواياك، فما تقدمه للناس بصفاء نيتك سيرتد إليك بأفضل مما تتوقع. لا تتعجل الخير، فهو يأتيك في الوقت الذي كتبه الله لك. أقول لهم عليكم بالقرآن. القرآن ما زاحم شيئا إلا بورك فيه. جبريل عليه السلام
نزل بالقرآن فأصبح أفضل الملائكة وسمي بالروح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم. نزل عليه القرآن فأصبح أفضل الأنبياء والمرسلين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليها القرآن فأصبحت أفضل الأمة. شهر رمضان أنزل فيه القرآن فأصبح سيد الشهور. ليلة القدر أنزل فيها القرآن فأصبحت أفضل الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فوالله الذي لا إله غيره أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خيرا. ليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى. أسألك باسمك الأعظم الذي فزعت الجن من مخافته، وتزلزلت الأقدام من سطوته، وخرست الأفواه من عزته، واقشعرت الجلود من هيبته، وانخلعت القلوب من رهبته، أن تحجب أولادي بكلماتك التامات وأسمائك الحسنى المباركات من جميع أصناف الجن والأبالسة والمردة والشياطين وجنود إبليس أجمعين، واكفهم أذاهم وشرهم. اجعل أولادي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، وألف بين قلوبهم، وألبسهم لباس الصحة والعافية، واجعلهم خفافا على قلوب الآخرين، وارزقهم من وافر رزقك وعظيم توفيقك وجمال هدايتك ونور ذكرك. بما أنك فتحت هذا المقطع فلك هذه الهدية الخاصة. نعم هي خاصة لك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن كنت مريضا أن يشفيك، وإن كنت مهموما أن يفرج همك، وإن كنت مديونا أن يقضي عنك دينك، وإن كنت معيونا أن يبطل عنك أثر هذه العين، وإن كنت محسودا أن يرد عنك كيد حاسدك، وإن كنت حزينا أن يسعد قلبك. فابتسم وقل آمين. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أحيانا نمر بلحظات في الحياة نشعر فيها أن كل شيء ضدنا وأننا لا نستطيع تحمل المزيد، ولكن مع مرور الوقت نكتشف أن تلك اللحظات كانت مجرد مرحلة عابرة، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الفرج بعد الصبر. فعلينا أن نؤمن بأن الفرج قادم مهما طال الانتظار، وأن الله لا يترك عباده في محنتهم، بل ييسر لهم طريق الفرج في الوقت الذي يعلم أنه الأنسب لهم. هي نصيحة مجرب من أجلك ومن أجل راحتك وكرامتك وعزة نفسك. لا تتنازل أو تتواضع لمن أهانك، ولا تحن أو تشتاق لمن بالرخيص باعك. لا تحنو على من قسى عليك عامدا، ولا تلجأ لمن رفضك وأبعدك قاصدا. لا تشتاق لمن عنك استغنى، ولا تطرق باب من صدك وعليك استعلى. لا تضعف أمام من عليك استقوى. الظروف التي عرت لي الوجوه وأظهرت لي ما أخفته الأقنعة. شكرا للأوقات العصيبة التي نزعت الوهم وكشفت لي مكانتي في قلوب ظننتها لا تخون. شكرا للظروف التي عرت لي الوجوه. النبي ما تسحبش الشاشة يا أخو، ولو سيدنا النبي في قلبك ما انت ساحب الشاشة. ده أنا حلفتك بسيدنا النبي الغالي ما انت ساحب الشاشة لما تاخد الدعوة دي من نصيبك. فروح يا اللي فتحت المقطع وعملتم مشاركة للمقطع وعملتم تبعا محبة في رسول الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يعطيك السعادة ويعطيك الرزق الزيادة وما يقطعلكش عادة، ويعطيك حتى يرضيك ويكفيك شر المرض، ويكتب لك في كل خطوة سلامة، ويكفيك شر العين وشر الحاقدين وشر الحاسدين وشر ولاد الحرام وشر النمامين وشر القيل والقال. ربنا يشفي مرضاكم ويرحم موتاكم ويحل الحقد على اللي سألكم. صلوا على سيدكم النبي، وما تنساش أنا أمنتك تعمل أخطاء لا تصلحها كلمة آسف، وهناك كذب لا يغتفر، وهناك جرح لا تشفيه الأيام، وهناك لحظة بدلت الأماكن في القلب والعقل وغيرت ما كنا نعتقد أنه لن يتغير، وهناك حقائق لا تعود الحياة بعدها كما كانت إن اكتشفت. صحيح أن قلوبنا كبيرة، ولكن لا تستهينوا بحجم أخطائكم،
فالبحر لم ولن يحمل السفينة إن فطمت. كل ما تتجوز رقم واحد في حياتها مين؟ جوزها. قبل مين؟ قبل ابوها وامها. تمام. طب والراجل حتى وان تزوج رقم واحد في حياته امه. ايه التقسيمه دي؟ الحديث عند الامام ابي داود. يعني كان السياق يقول ايه؟ ليه التقسيمه دي؟ يعني ليه ما يبقاش برضو اول حاجه او اول رقم في حياته هي الزوجه؟ لا. ليه الام؟ لانه لما الزوجه ترى رجلا بار بامه، ايوه، تطمن على نفسها بس كده، لانه نموذج للوفاء، لانه الام محتاجه له. يبقى اللي بيزعلوا وبيعملوا مشاكل وبيقولوا ان امه عنده اهم حاجه في الدنيا، ما تزعلوش، انتوا فاهمين غلط. ايوه، بس احنا عايزين برضو نضع للموضوع سياق. يعني ما يكونش تقصير، ما يبقاش كل الميل الناحيه دي وفي تقصير هنا. وسواس. هو راجل، بس الام ربت راجل. قل للذي نام والأحزان تخنقه وهمه في ظلام الليل يشقيه، هون على قلبك المحزون إن له ربا سيملأه نورا ويرويه. ما أنت فيه الآن على أي حال كنت فأنت في رحمة الله. يقول ابن القيم: لو يعلم العبد كيف يدبر الله له أموره لذاب قلبه محبة لله، ولعلم يقينا أن الله أرحم به من أمه وأبيه. فإن كنت في ألم فأنت في رحمة الله. هذا الألم سيكون فيه المغفرة لذنبك والرفعة لدرجتك والعطاء من الله والعوض بعده. وإن كنت في فرح فهذا فضل من الله لك. ابن آدم في كل يوم وليلة ب3 ابتلاءات قد لا يتعذب بواحدة منها. الابتلاء الأول: عمره يتناقص كل يوم، واليوم الذي ينقص من عمره لا يهتم له، وإذا نقص شيء من ماله اهتم له، والمال يعوض والعمر لا يعوض. الابتلاء الثاني: في كل يوم يأكل من رزق الله، إن كان حلالا يسأل عنه، وإن كان حراما يعاقب عليه، ولا يدري عاقبة الحساب. الابتلاء الثالث: في كل يوم يدنو من الآخرة قدره ويبتعد من الدنيا قدره، ورغم ذلك لا يهتم بالآخرة الباقية بقدر اهتمامه بالدنيا الفانية، ولا يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم إلى النار الهاوية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي مستقرنا ودارنا. وأقصى لحظة عندما لا تجد من تخبره أنك لست بخير، عندما لا تجد من يتفاعل معك، لا مجرد من يستمع إليك ثم يمضي إلى حياته. أصعب. إذا ضاقت عليك الأرض وتخلى عنك الجميع في الأرض وتخلى عنك الصحاب والرفاق والأقرباء، إذا ضاقت عليك الأرض اعلم أنه في نفس الدقيقة اتسعت لك السماء. في نفس الدقيقة اتسعت لك السماء، وإن الذي سيجبر كسرك هو الله، فهو الذي يجبر كسر المكسورين جل في علاه. فعد إلى الله. قيل: وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. أحدهما: يا ربي إن هذا ظلمني فخذ لي حقي منه. قال: بماذا؟ أقول لك حقك إزاي؟ قال: أعطني من حسناتي قدر ما أساءني. ليست له حسنات. أم قال له: خذ من سيئاتي. قال له: أو يرضيك أن تكون لك سيئة؟ قال له: إذن يا رب ماذا؟ كيف أختص منه؟ قال: انظر يمينك. فنظر الرجل إلى يمينه فوجد قصورا وبساتين وجنان وحاجة بقى من زي ما قال ما لا عين رأت. قال: لمن هذه يا رب؟ قال: لمن يدفع ثمنها. قال: وما ثمنها يا رب؟ حلو أوي. وما ثمنها يا رب؟ قال: أن تأخذ بيد أخيك إلى الجنة.
أوقات لا نريد الحديث مع أحد ولا الرد على أحد ولا البوح أو الفضفضة لأحد. أوقات لا نريد الخوض في نقاشات طويلة مملة مكررة ولا حتى قصيرة جادة أو حادة. أوقات لا نريد فيها أسئلة وليس لدينا النية أو الهمة لأية إجابات. أوقات نشعر أن أرواحنا معلقة بين ما نحن عليه وما نريده أو نسعى إليه، بين الخوف والرغبة بالأمان، بين البقاء أو الرحيل، بين التوقف أو انتظار المستحيل. في مثل هذه الأوقات لا نحتاج لا لتنظير ولا لمحاضرات ولا أسئلة أو ضغوطات، بل كل ما نحتاجه هو احتواء بدون حروف أو حتى كلمات. أسألك أن تبشرني بشارة خير تجعلني أنسى كل ما مضى من تعب، بشارة تفرح قلبي وتريح بالي وتجعلني أسجد لك شاكرا لتدبيرك أمري يا رب العالمين. بإني أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. ربي لقد ضعفت ولا غيرك يقويني، لقد يئست ولم أفقد فيك يقيني. يا ربي أرح قلبي فإنك تعلم وهم لا يعلمون. إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح. ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون برجع الصدى. لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يلون درب المدى. الجو بهالفترة متقلب كتير، ما هيك؟ إذا بني آدم عم يتألف بدك الجو ما يتألف؟ تستبشر قريبا لا تقلق، الله سبحانه وتعالى راح يقلب الموازين كلها وراح يرتب أحداث الكون كله من أجل دعوتك، بس عليك أنك أنت ما تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فسمع منه الصحابة أنه يقول آمين، وسكت شوية وقال آمين، وسكت ثالثة وقال آمين. فلما نزل قالوا له يا رسول الله لماذا أمنت ثلاثة؟ آمين آمين آمين. قال جاءني جبريل وأنا على المنبر فقال رغم أنف من ذكرت أمامه ولم يصلي عليه. قل آمين. ورغم أنف من دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. قل آمين. ورغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل بهما الجنة. أفضل شيء يعين على تزكية القلوب هو الصوم. هذا يشتغل على قلبي الشيطان والنفس، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطني. أربيها، إذا أعطيها كل ما تريد ستركبني، ويصير الحقد ويصير الحسد ويصير الغل ويصير الكبر. لما أنا أسيطر على نفسي أنا راح أقدر أفرض عليها وأصفي قلبي، وعدة أشياء تعين على تصفية القلب هي 4، والإمام ابن القيم 4 قلل منها وواحدة أكثر منها: قلة الطعام، قلة المنام، قلة الكلام، قلة الاختلاط بالأنام. هذه مفسدات القلوب. ما هي الكثرة؟ كثرة ذكر الله، القرآن ذكر الله، الصلاة ذكر الله، الدعاء ذكر الله. هذه يكون جزء من حياتي يصفى قلبي. ضيوف يأتون بلا موعد، الرزق، القدر، الموت. اللهم اجعل رزقنا حلالا واجعل قدرنا جميلا ولا تأخذنا إليك إلا وانت راض عنا. الوحدة ليس أن تجلس وحيدا، الوحدة أن ينفرد بك حزنك في الوقت الذي لا تجد من يغيث وحدتك إلا كوب من القهوة يشاركك جمال أو قبح مشاعرك. لا يصح الوصال إلا مع الأصيل، ولا يدوم الود إلا مع الطيب، ولا يقدر المودة
إلا ذو قلب رحيم، ولن يصوم إلا وفي الروح جميل الفهم والفهم. لا أندم على من ظننته صديقا فخذلني، ولا أندم على من ظننته حبيبا فهجرني، وإنما أندم على من ظننته عدوا فساعدني. لا تخف من تأخر الخير، فإن الله يرسل الأرزاق في وقتها المناسب. مهما تأخر الفرج، ثق أن ما يخبئه الله لك أعظم مما تظن. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله معك فما الذي تخشاه؟ تنضيقتي كتم الأنفاس، راسي عنيد وكبريائي زيادة. لو ما معي منصب وموكب وحراس، معي ثقة حاكم وهيبة قيادة. والله ما ذل النفس ووطي الراس، رجاي بالله ما ترجى عباده. أحب قوة الهمة وقوة الباس، واملك سعة في الصبر واملك جلادة. فيني جلادة الدين وانا على اساس، وفيني صبر هرش مهنا قيادة، وفيني هموم لو تقسم على الناس مع تلقى مدعين السعادة. لأن العمر ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال، فغدوت أشبه بالخصيم لخصمي. عجبا إذا لتقلب الأحوال، يا صاحبا سكن الملأ فؤاده، أسمعت مني سيء الأقوال. بالمواقف رح تعرف مين سندك، وبساعة عصبيتك رح تعرف مين بيتحملك، وبردود الأفعال رح تعرف مين كان يمثل عليك وبيخدعك، وبغيابك رح تعرف مين بيسأل عنك وبيفقدك. ولما تجور الدنيا عليك رح تعرف عن جد مين من قلبه بيهتم لأمرك وبيحبك. النفس وين الناس ما شفتها، ظلت تشاهد عذابي والوجع الأخير. لا تدعموني بأزمة قد تعديتها، بعد الذي صار أصلا أيش ممكن يصير. بعض الأوادم تظن الرزق في بيتها، تعطيك بعدين تنظر لك بعين الكثير. رحمن أنت الرحيم، داوي جرح قلبي أليم. ما عد لي سواك يا كريم، يا من تستجيب الدعاء. يا دنيا العجب والنجاة، ليش الجد علينا التلف؟ دنيا ما تدوم شي لحد، ما عاد شي فينا الوفاء. احنا طبعنا هو ذهب، مهما الوقت قد اختلف، نوقف دون ما حد طلب. طبعي والجدد هكذا. جالس ما لنا فيه مقعاد، يصلح الهزلين الرجال وهمجها. ارفع مقام النفس عن كل نقاد، واترك عصاي ليتبين عوجها. يوم يقضي هلفة عز وحياد، ولا حياة من عرفها سمجها. يصار ما يسند لك العلم ويعاد، يرقص عليك من الحصان يعرجها. اصبر ما دام ينفع الصبر لو زاد وعجها، لأن عاجت عن الحق عجها. ليعذروك الطيبين من الأجواد، ادعس على سطح البيوت ودرجها. ما في حل لينتهى الصبر من غاد، موتك ولا طول الحياة بحرجها. خليت الأحزان بقصر القلب من ثبره، يا كثر كذبي على نفسي وأنا داري. إنك شايل الهم والدنيا ضيقة عليك. اسمع الشيخ الشعراوي بيقول إيه: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك،